قصة أخر راجل في العالم الجزء الخامس الجزء الرابع فوق أهو. خش شوفه لو لسه ما شفتوش. ما تنساش تقول لي رأيك في الفيديو تحت لأني بشوف كل التعليقات. ويلا بينا وبتبدأ الحلقة بالرقم 3 اللي بيكون قاعد بيفكر ومتضايق من كلام مرافقته ومش مصدق إن مدرسة كاملة اتعملت عشان هو. وبتصحى تشيجو وبتقول له مالك متضايق ليه يا حب؟ طب تعال أنا عارف هفرحك إزاي. فبيبعدها ابن الرخم وبيقول لها معلش بص أنا ماليش مزاج النهاردة، أنا عايز أنزل أتمشى لوحدي كده. هو بيتمشى بيقابل رفيقته وبتقول له ولا أنت رايح فين يالا؟ فبيرد عليها وبيقول لها نازل اتمشى شويه. فبتقول له ممنوع ان انت تتمشى هنا. فبيقول لها يعني ايه؟ انا مش هينفع امشي هنا خالص؟ ايه يا اسطى انت عايز تمشي؟ انت غبي ولا ايه؟ طب جبني انا مكانك طيب، يعني فرصه ما تتفوتش. فبتقول له انت ليه عاوز تمشي؟ ده انت اكتر شخص مميز هنا. فبقول لها انا هفضل عايش هنا طول حياتي. فبتقول له لا انا بهزر، بس ممكن تمشي بعد ما تتخرج عادي، لكن دلوقتي ارجع لغرفتك واستمتع بقى مع البت دي، وبكره هجيب لك واحده ثانيه يا عم ما تزعلش. يا ابن المحظوظة يا فوزي، ده زمانه هايص. وبنيجي لليوم التاني وبيبقى في قرعه بتتعمل للبنت اللي هتكون زميلته في الاوضه. هو بتبدأ البت ام شعر احمر واحدة تانية والاتنين بيخسروا. وبيبقى رقم 3 متضايق وان هو مش حابب شعور ان هو يبقى هو الجايزة كده بتكسبه، ولكن مش بيبقى مرتاح بتصرفاتها عشان تصرفاتها غريبة، خصوصا لما دخل الحمام دخلت وراه زنقته يا صاحبي زنقته. وبتقول له انا مش هستنى لغاية بالليل. وبتعامله بتنمر وده اللي بيخليه يفتكر زمايله القديمين اللي كانوا بيتنمروا عليه، وبيجري منها وبيروح المكان اللي كان بيختبئ فيه زمان. اول ما دخل بيقول انه ما جاش المكان ده بقاله كتير قوي، وان المكان ده اللي كان بيستخبى فيه لما كانت بتصعب الامور. وهو قاعد بيلاقي ان شونجا دخلت عليه وهو بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقعد على الكرسي بتقول له وبتساله على الكلمات اللي كانت موجوده في جسمه. فبيقول لها ان هو كان بيتعرض للتنمر وهو في المدرسه من زمايله، وكان في شخص كنت مفكره صاحبي وشافهم وهم بيضربوني وعمل نفسه مش شايفني وبيعيط. فبتقول له ما تزعلش وبتقلع هدومها وبيلاقي ان في كدمات على جسمها برضه، بتقول ان هي كمان كانوا بيتنمروا عليها في الاعدادي، عشان كده باجي استخبى هنا وبقعد اسمع اغاني وبنسى الامور الوحشه دي كلها. فبقول لها انا عارفك، انا حاسس بالموضوع ده كله. فبتقول له ان في حاجات متشابهه ما بيني وما بينك، وبتمسك ايده وبتقول له وريني كدماتك كده. وبيحصل بعدها حاجات مش لطيفه، بتقول له ازاي تعالج الحاجات دي فاهم. وبعدين بياخد شونكا على غرفته، بس بيلاقي هناك البت اللي فازت بالقرعه وبتتضايق لما شافت شونكا، مش عارف بيتضايقوا على ايه. واخد البت شونكا عشان تطبق له هدومه، والبت التانية هي اللي عايزه تطبق هدومه. ما يسيبوه يطبق هدومه يا جدعان، الله مش تفرق يعني. فبترد عليها وبتقول امال احنا ليه عملنا القرعه يا بيت؟ وبتقول لها ان هو ده دوري وانا مش مهتمه فاهمه. وبتقول لها مش هتنام هنا غير لما انا اتجوز، وبتقوم قلع هدومها. وشونكا بتتضايق وبتزعلها وبيمسكوا في بعض، ورقم 3 بيتوتر وبيسيبهم وبيجري. وهو بيتمشى بيقول لنفسه انا ما كنتش متخيل ان يبقى في بنتين ممكن يتخانقوا عليا، اتمنى لو اشوف سينسي. وبيتصل عليها ولكن مش بترد، وبيقول هي بتتجنبني ولا ايه؟ هي مش بتحبني هيخو مع غيرها ولا ايه؟ ملهاش حق يا اخي. وبتيجي تقعد وبتقعد جنبه تقول له هو التزاوج ممتع ولا ايه؟ ولا انك تتزاوج مع حد ما تعرفوش ده امر صعب جدا، لا صعب خالص. واول لما بتبص له بيلف وشه. فبتساله بتقول له هي لسه الخبطه على دماغي دي لسه موجوده؟ هي خفت من بره بس لسه الالم في الداخل. فبتقول له انا اسفه جدا، اعمل لك اي حاجه انت عاوزها. يا رب يا رب قولي اللي في دماغي قولي اللي في دماغي. فبيقول لها ارفعي القميص. ايوه كده دلعني. طبعا انتوا مش هتشوفوا اي حاجه وانا بس اللي هشوف. لا عيب يا ولد. وبيجي اليوم اللي بعده ويلاقيها بتمسح الملعب. فبيروح لها وبيعتذر لها بيقول لها انا اسف على اللي حصل امبارح. فبتقول له لو انت زعلان من نفسك على اللي انت قلته امبارح تعالى ساعدني في المعدات الرياضيه ده اهي وانا هسامحك. فبيقول لها اتفقنا. وبتقفل الباب وبتزنقه على الارض وبتربطه، وصراحه مش عارف مين اللي بيهيخو في التاني دلوقتي، ولكن بتحس بالاحراج وبتعتذر. وبيجي اليوم التاني وكاميا بتقول له ان كل يوم هيبقى معاك مرافقه جديده لغرفتها. المرافقه الاولى هي البت ده، وبيمشي لان هو مش موافق على القرار ده. وهو ماشي بيقوم الكعب بيقوم متعور في ايده. كاميا بتشوف ايده وبتلاقيها اتعورت، فبتجبره ان هو يروح للممرضه. والممرضه بتقول له ان انت كويس بس لازم تتعالج من الكلمات القديمه دي. فبيقول لها لا مش مهم. فبتقول له ان هو لازم ينام على السرير ده عشان تعالجه. بيقول لها ان ايدي بس هي اللي متعوره. فبتقول له انت كنز البشريه يا ابني، يعني لازم افحصك فحص كامل شامل عشان ما يحصلكش مكروه. وبيبقى مش عارف يركز الا على الهيخو. المهم كاميا بتيجي بتقول له انا جبت لك 3 بنات هيخلوا مزاجك نعناع، وبتسيبه وبتمشي. وبتقول له ان احنا نقدر نشفي اصابتك. وشونكا بتقعد جنبه بتقول انا عارفه الطريقه ازاي. ونسيبهم يكملوا الحاجات المهمه. وبعد ما بيخلصوا علاج هو بيروح المعمل وبيلاقي مشوار احمر هناك، وبتعمله تجربه علشان لما يشوفها يعجب بيها. بتحرجه بتقول له مش تخبط يا جدع. وبتقول له انت عامل ايه دلوقتي؟ فبيقول لها رحت اتعالجت عند الممرضه وانا الحمد لله بخير دلوقتي. فبتقول له حاكمني البت كاميا دي غبيه، ما جابتكش ليه كنت عالجك انا ليه؟ وبيقابل كارين وبتقول له ان هي عندها خبر وحش ليه، والخبر ان سينسي هتتحول لمدرسه تانية لاسباب عائليه وهتمشي من مدينه كيميو. فبيتصدم وبيقول لها ازاي دي ما قالتليش؟ مستحيل يبقى كلامك صح.
وبيتضايق وبيقول لها رجعيها دلوقتي حالا. فبتقول له هي حولت بسبب مشاكل عائليه، انا ماليش دعوه. فبيقول لها يعني ايه مش هترجع؟ فبتقول له ان هي احتمال ترجع سنه او سنتين. فبيتعصب اكتر وبيقول لها مش انت قلت ان انت تتخلى حوالين الناس اللي انا بحبهم؟ وبتقول له انا متضايقه لك اكيد، هتشوفها لما ترجع في يوم من الايام. وبتقول له يلا انت عاوز مين معاك النهارده؟ فبيقول لها انا هنام لوحدي، وبيخش غرفته وبيبقى واقف مع كارين واللي بتقول له ان البت دي هي اللي عليها النهارده. فبيعين على البضاعه وبعدها بيقعد مكانه، وكارين بتقدم له طالبه جديده للفصل، ولما بتخش بيقول ان اسمها هويشينو. فبينصدم. بس ما تنساش تكليك في القناه تحت وتفعل زر الجرس، وده فيديو جامد فشخ. عجبك ده فيديو تاني هيعجبك، ويلا بيس.